ازاي تحافظ على صحة بطارية الموبايل؟ طب يا جدعان، اغلب الناس اللي اعرفها واللي بيبقى معاهم ايفون بالذات بيبقى فيه هسهس كده في دماغهم بسبب موضوع البطارية ده، وبيجي رقم بسيط جدا وكل ما يقل بيبقوا هيتجننوا كده ويعوزوا يغيروا الموبايل، وهو نسبة البطارية. يؤسفني ان اقول لك ان دي فعلا مش احسن طريقة انت ممكن تعرف بيها اذا كانت البطارية بتاعت موبايلك سليمة ولا لا. والرقم ده بالمناسبة الهدف منه انك تقلق كده، واول ما ينزل على رقم معين انت تبدا بقى تتجنن بقى، تعوز تغير تليفونك وبتنسى اصلا انك جايب تليفونك ده عشان تستمتع بيه، تلعب عليه بقى وتصور بيه فيديوهات وتعمل عليه اللي انت عايزه براحتك. فعشان كده انا عملت الفيديو ده عشان اقول لك ازاي تحافظ على بطاريه الموبايل بتاعك، وازاي تعرف فعلا البطاريه سليمه ولا لا. عشان تعرف البطاريه بتاعتك سليمه ولا لا، اول حاجه لازم تعرفها وهي دوره الشحن، وتعرف ان كل موبايل ليه عدد معين من دورات الشحن. فلنفترض مثلا ان الموبايل بتاعك ليه 1000 دوره شحن، فانت هنا كل ما تشحن 100 دوره شحن كامله الموبايل بتاعك نسبه صحه البطاريه بتاعته بتقل بمعدل 10%. طيب ازاي بقى نحافظ عليها؟ زي ما انا لسه قايلك من شويه ان لكل موبايل عدد معين من دورات الشحن، وان دوره الشحن الواحده بتكون من 0 ل 100%. فعشان كده ما تسيبش الموبايل بتاعك يوصل ل 0%، وبرضه ما تسيبش الموبايل بتاعك يوصل لنسبه شحن 100%. خليك دايما ما بين ال 15% وال 85%، انت كده هتبقى في السليم. تاني حاجة انك تستخدم دايما الشواحن الاصلية اللي بتيجي مع الموبايل، او الشواحن اللي بتوزيها في قوتها. يعني لو موبايلك بيشحن بشاحن 10 واط ما ينفعش ابدا انك تجيب شاحن قوته 40 واط وتخليه يشحن موبايلك، والعكس صحيح. لو موبايلك بيشحن بشاحن 40 واط ما ينفعش تجيب شاحن قوته 10 واط وتخليه يشحن موبايلك، ده بيأثر بشكل كبير جدا على البطارية. تالت حاجة وهي انك تتجنب درجات الحرارة العالية. يعني مثلا لو انت في عربية واقف في الشمس ما تشحنش الموبايل بتاعك فيها، ده لان اشعة الشمس هتبقى متسلطة بشكل مباشر على الموبايل، ودرجات الحرارة بتاعته هتبدأ تعلى بشكل كبير جدا. ودرجات الحرارة الكتير دي لما بتعلى بتحط بطارية الموبايل تحت ضغط كبير جدا، خصوصا اصلا ان الشواحن اللي بتبقى في العربيات ما بتبقاش متوافقه اصلا مع اغلب الموبايلات وبتبوظ البطاريات بتاعتهم. ده بسبب اللي انا لسه قايله لك من شويه، وهو ان الموبايل بتاعك بيبقى محتاج واط معين، واللي بيبقى طالع من العربيه في الغالب بيكون اقل من الواط اللي تليفونك محتاجه. رابع حاجه وهي انك تستخدم اعدادات توفير الطاقه وتقفل الحاجات اللي انت ما بتبقاش محتاجها زي الجي بي اس والواي فاي لو انت مش محتاجه، والبلوتوث كمان. خامس حاجه وهي انك تحدث الموبايل بتاعك والتطبيقات اللي عليه باستمرار، لان في شويه تحديثات بتنزل بتكون بتساعد على تحسين استهلاك البطاريه بشكل كبير جدا. سادس حاجه بقى وهي انك تستخدم الوضع الليلي، خصوصا لو شاشه موبايلك من نوع قليل، ده هيفرق معاك جدا من حيث الاستهلاك. سابع حاجه وهي انك ما تستخدمش الموبايل بتاعك وهو بيشحن، واكيد دي حاجه بديهيه يعني، ولكن كتير مننا بيعملها. ولكن لو حبكت يعني ومش قادر تمسك نفسك يفضل انك ما تلعبش عليه وهو على الشاحن. يعني ما تحطوش على الشاحن وتروح تلعب بابجي، لا، اخرك كده حاجات خفيفه زي تصفح السوشيال ميديا بتاع تتفرج عليها على اليوتيوب كده يعني. اخر حاجه ودي زي ما تقول بتعمل ريفرش للجهاز بتاعك كده، وهي انك كل كام يوم كده ابقى اعمل للجهاز بتاعك ريستارت. ده فايدته ان لو في حاجه مفتوحه في الجهاز ولا حاجه وانت مش اخد بالك منها هو هيقفلها لك من نفسه بكل بساطه. وهي بس كده، ما تنساش تشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو ادينا لايك، ولو عندك سؤال اكتبه تحت او ابعتهولي على الانستجرام، هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. وما تنساش تكتب عاش لو انت وصلت لحد هنا، واشوفكم الفيديو الجاي.